اهلا وسهلا بيكم واهلا بكل اللي بيتابع قناه سوبر مصريه. انا جينا اللوزي والنهارده جايبه لكم فيديو جميل عن ازاي تضيع سنين عمرك في الغربه بمنتهى السهوله كده. ازاي ان انت لما تكون مسافر او جات لك فرصه ان انت تسافر بره مصر او في اي بلد تانية تقدر تضيع الفرصه دي بطرفه عين، تبقى زي ما رحت زي ما جيت. النهارده في الفيديو انا ناويه اقول لك على 3 حاجات اساسيه، 3 هم، 1 2 3. تابع الفيديو للاخر. هقول لك على 3 حاجات لو عملتهم انا متاكده 100% ان انت هتروح وهتسافر وهترجع مش هتعمل اي حاجه. اول حاجه واول سبب هيساعدك ان انت تكون فاشل بامتياز في الغربه ان انت ما تحطش اي هدف لغربتك، ان انت تقضي السنين والايام كده لا عارف انت سافرت ليه، ولا عارف عايز ايه من الغربة، ولا عارف ان انت تخطط ان انت بعد الغربة دي عايز تعمل ايه ومستقبلك هيكون ازاي، ولا بتخطط لولادك ولمراتك ازاي، ولا لبيتك ازاي، ولا لحياتك ازاي لو انت ما اتجوزتش. حاول على قد ما تقدر تضيع سنين الغربة بسرعة، يعني اقعد وضيع السنين من غير ما تعرف ايه الهدف من سفرك، وما تحطش اهداف ابدا. روح وانبسط وعيش وقتك الجميل وارجع بلدك تاني، مفيش مشكلة ابدا. ده اول حاجة. تاني حاجة الفلوس. لو انت مسافر وفي الغربة ارجوك بتمنى منك من كل قلبي اصرف فلوسك على قد ما تقدر. يعني حاول على قد ما تقدر اي فلوس تجيلك اصرفها، يعني ما تخليش معاك ولا مليم، ولا تشيل الزمن، ولا تفكر ان انت لو كبرت هتصرف ازاي وهتعيش ازاي، ولا تشيل اي مسؤولية انه ممكن انت بعد الشر يجرى لك حاجة، او ممكن بعد الشر تمرض، او ممكن بعد الشر حنفية الفلوس المفتوحة دي هتتقفل. عيش اليوم بيوم، انبسط على قد ما تقدر. انزل مصر في الاجازات او انزل البلد اللي انت منها في الاجازات، هات لنفسك احدث موبايلات، هات لنفسك احسن لبس، اشتري لنفسك احسن عربية، ضيع فلوسك على اخواتك عايزين، مامتك عايزة، باباك عايز. ادي فلوسك لكل البشر، واوعى في يوم من الايام تفكر ان انت تستثمر في حاجة. اوعى تجيب مثلا لا قدر الله شقة، ولا اوعى لا قدر الله مثلا تدفع فلوس في محل، ولا اوعى لا قدر الله تشيل لك مبلغ للظروف وللطوارئ. اوعى تعمل كده. تبقى كده انت بقى يعني مش عايزه اقول لك بالطريقه ديت هتبقى فاشل بامتياز. انا بقول لك وباكد عليك، الانسان لما يجي لك دخل او تجي لك فلوس حاول على قد ما تقدر تدي. اوعى تكون وسط، اوعى تكون وسط. ادي كل اللي عندك، وادي الفلوس لكل الناس. لو مامتك وباباك جم قالوا لك اخواتك عايزين يتجوزوا، اديهم كل الفلوس اللي عندك، اديهم لو هم فعلا محتاجين. بس لو انت حاسس ان هم ممكن ياخدوا جزء ويكون لك جزء، انت تصرف، شوف ايه المناسب ليك واعمله. وكمان ما تنساش ان انت بالفلوس حاول على قد ما تقدر ان انت كل ما يجي لك مبلغ من الفلوس او مبلغ تقدر تشيله على جنب او تشيله للظروف، بعزقه بقى. انزل بعزقه على اصحابك، انزل بعزقه على الناس، انزل بعزقه. اوعى لو كنت متجوز تسمع كلام مراتك وتقول لك شيل للولاد. اوعى لا، اوعى تشيل لولادك ولا مليم. انا بقول لك النصايح اهوت، وايه النصايح دي من الاخر بعد تجارب سنين. اوعى تشيل لولادك، اوعى تشيل للزمن، اوعى تفتكر ان انت ده انت. وحط في بالك ان انت لما هتكبر وهيبقى عندك 50 سنة مثلا او 50 او تخش في الخمسينات، اتأكد 100% ان انت لما هتروح لأي حد انت كنت بتديه هيديك ببذخ، وتأكد ان هو هيقف جنبك وفي ظهرك زي ما انت وقفت جنبه. ها طبعا مش كل الناس، انا بقول على نوعيات معينة من الناس. وتالت حاجة وانت في الغربة بقى، عايزاك ما تطورش نفسك خالص. لا تقرا ولا تتعلم لغات ولا تفتح كمبيوتر وتعرف الكمبيوتر ساينس، ولا تعرف ايه في التكنولوجيا الجديدة، ولا تعمل اي حاجة. كل اللي تقدر تعمله وانت في الغربة زي ما رحت زي ما جيت، ما تطورش نفسك ابدا. هتطور نفسك ليه؟ انت محتاج التطوير في نفسك ايه ليه؟ لا قدر الله ان لو حصل لك حاجه في الغربه ممكن ترجع تلاقي شغل وتشتغل وتكون اب تو ديت. لا الكلام ده احنا مالناش في الكلام ده خالص. احنا عايزين زي ما سافرنا زي ما رجعنا. الدنيا كلها بتتغير في بلادنا واحنا قاعدين نفس التعليم، نفس الفكر، نفس الرؤيه، نفس كل حاجه. ايه ده؟ نتطور ازاي؟ نقرا ازاي ونتعلم ازاي ويكون عندنا فيجن لقدام ازاي ورؤيه مستقبليه ازاي؟
انا النهارده جبت لك الفيديو ده عشان اقول لك 3 حاجات اساسيه هتساعدك بامتياز ان انت تضيع سنين غربتك على الفاضي. اول حاجه اللي انا قلت لك عليها ان انت حاول على قد ما تقدر ان انت ما يكونش ليك هدف للغربه، عادي الايام كلها زي بعضها وكله بيعدي. تاني حاجه اوعى تشيل قرش، اوعى تشيل قرش للزمن ولا لكبرك ولا لما تمرض ولا لولادك ولا لمراتك ولا لبيتك، واوعى تصدق مراتك، اوعى لو انت بتجوز، ولا اوعى تصدق حد. بعزق على قد ما تقدر، على قد ما تقدر، وجيب كل اللي نفسك فيه. تالت حاجه اوعى تطور نفسك، ما تطورش نفسك، مالكش دعوه، انا ماليش دعوه، انا هنا في الغربه معزول عن الناس كلها، انا ماليش دعوه، انا المهم ان انا بشتغل وباكل وبشرب وبعيش وخلاص. ما تخليش عندك هدف. النهارده انا جبت لك فيديو بسيط مبسط ازاي تقدر تضيع غربتك وسنين عمرك في 3 خطوات. لو انت عجبك الفيديو ارجوك ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب وشير لقناه سوبر مصريه، وبتمنى لك كل التوفيق في غربتك، وحافظ على وقتك وحافظ على فلوسك. يومكم سعيد. جينا اللوزي، سوبر مصريه.